السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم في شهر رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. قلنا نبتدي كده الشهر الحلو ده بحاجة حلوة، ربنا يحلي أيامنا وأيامكم. فقلنا نعمله كده حاجة حلوة، نشوف كده هنعمل ازاي، ايه الحاجة الحلوة اللي احنا هنعملها دي. بس الأول كده نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل مع بعض صينية بسبوسة طرية جدا جدا جدا. امشي بس على نفس الخطوات والمقادير، هتطلع معاكي روعة جميلة بحق وحقيقي. يعني لو انتي كنتي بتعملي البسبوسة فبتطلع معاكي ناشفة ومحجرة والكلام ده كله، لا لا لا، جربيها وبإذن الله هتعجبك. وبالعكس هيقولولك احنا كنا عايزينها أنشف شوية من كتر ما هي طرية جدا جدا جدا. بس كده هي بسيطة ما فيهاش أي حاجة. الأول كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير. معايا كوبايتين من الدقيق السميد. وانتي قولي له انا عايزه الدقيق اللي انا بعمل بيه البسبوسه ده دقيق عادي من عند العطار، ولا معلب ولا الكلام ده كله. خلاص. ومعايا نص كوبايه من السكر العادي ورشة من الملح. ومعايا ربع كوباية من جوز الهند اللي هي يعني حوالي معلقتين كبار، وممكن تستغني عنهم مفيش مشكلة، بس بصراحة بتدي طعم أحلى شوية. اللي مش حابه أو ما عندوش جوز هند بلاش. ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر وظرف من الفانيليا. هي دي كده المقادير: كوبايتين دقيق، نص كوباية من السكر، ورشة ملح، ربع كوباية من جوز الهند، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر وظرف فانيليا. كل المقادير دي كده لازم اقلبها كويس مع بعض لحد ما كل حاجة كده تخش في بعضها. ما ينفعش ان احنا نحط على بعض وخلاص. تقلبي كويس لحد ما تتأكدي ان البيكنج باودر والفانيليا وجوز الهند كله والسكر كله تجانس مع بعضه. امشي على نفس الخطوات، بصراحة هتبقى معاكي جميلة جدا. وزي ما بقولك هيقولولك احنا كنا عايزينها انشف شوية، يعني طرية لدرجة جميلة جدا. هنيجي بقى معايا هنا كده نص كوباية من السمنة على زيت، وتقدري تخليها سمنة بس سمنة على زيت هتطلع معاكي حلوة. نص كوباية من السمنة على زيت. ومعايا معلقة كبيرة من عسل النحل. ما عنديش عسل نحل هاخد معلقة كبيرة من الشربات اللي احنا عاملينه. ما توقفيش نفسك على اي حاجة، كل حاجة يعني ليها حل. الشربات ده عسل ولا مش عسل؟ اهو سكر ومية وليمون عسل. يلا هنحط بقى السمنة والزيت ومعلقة العسل او الشربات على الخليط اللي احنا كنا عاملينه. ننزله كده كويس وهنبتدي ان احنا كده ايه، لسه معايا كمان واحدة زبدية كده من اللي هي الزبادي البلدي اللي هي الصغيرة. خلاص. يلا كده قومي واعملي للولاد حاجة حلوة كده، ربنا يحلي أيامك وأيامهم. هنبتدي بقى بالمعلقة إن إحنا هنقلب الكلام ده كله على بعضه. البسبوسة ما بتدعجنش، مش زي ما هياش كيكة خالص. خلاص. يعني مش هتمسكي بقى بالمضرب ولا معرفش بإيه وتعجني البسبوسة كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. وأنا مش هقطع الفيديو، يعني اهو كله قدامك، هتشوفيها هتاخد وقت قد ايه وهتطلع معاكي شكلها ايه. لو اتعجنت هتطلع معاكي محجرة، محجرة حقيقي. خلاص. هي بنفس الطريقة دي. بس لو اول مرة تشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه، ياريت كده تضغطوا على زر الاشتراك وعلامة الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها. لو بنوتة كده صغيرة وأول مرة تخشي المطبخ، لسه جديدة يعني في المطبخ، إن شاء الله الأفكار اللي احنا بنعملها تفيدك. ولو انت كده شاطرة كده ومية مية، بنفكرك كده بحاجات تكون انت ناسيها. خلاص. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك. اللايك يعني هو بيرفع الفيديو، يعني بيخليه يتشاف. بصوا بقى الطريقة زي ما احنا شايفينها كده، ان احنا بنقلب بس بالمعلقة بنفس الطريقة دي لحد ما يبقى معاكي زي رملة البحر بالظبط. وانتي بقى كده واقفة في المطبخ، حاولي ان انتي تقولي اذكار على قد ما انتي ما تقدري.
يعني مثلًا بتغسلي المواعين، هتقولي مثلًا أنا هاغسل المواعين بإيه، باستغفر الله العظيم، واقفة تعملي حاجة حلوة كده، اقفي وأنتِ بتعمليها قولي على طول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حاولي إن أنتِ تستفادي من الوقت الكتير اللي إحنا بنقفه في المطبخ. أكتر حاجة بتاخد مننا وقت المطبخ، في غسيل مواعين، في عمل الأكل، في تظبيط، فوأنتِ واقفة حاولي إن أنتِ تستفادي من الوقت إن أنتِ تستغفري ربنا كتير، ومن أول كده شهر رجب نبتدي إن إحنا نختم المصحف، يعني حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تختمي المصحف في رجب وفي شعبان وفي رمضان، يعني علشان تدربي نفسِك إن أنتِ إن شاء الله آآ تختميه أكتر من مرة في رمضان. دي كده ابتدي من أول شهر رجب كده إن أنتِ نية إن أنتِ هتختمي المصحف، وعلشان في رمضان تقدري تختميه أكتر من مرة، وكل سنة وأنتم طيبين. معايا هنا كده صينية، الصينية مقاسها 28، حاولي إن أنتِ تجيبي الصينية اللي هي يكون السور بتاعها قصير، اللي هي صواني البيتزا، خلاص؟ كل ما كانت الصينية سورها برضو قصير دي برضو بتفيد ان مش البيتزا، البسبوسة معاكي تطلع كويسة. الصواني هي صواني البيتزا، خلاص، او صواني البسبوسة. ونبتدي كده اللي احنا ننزل الخليط كله في الصينية وبرضو بالمعلقة اهو. كل الحكاية ابصي كان عامل شبه رملة البحر ازاي. كل اللي احنا بنعمله اهو بالمعلقة وبتسويه كويس قوي. ابتدينا كده بالمعلقة، بصي مفيش أي مشكلة خالص، كان عامل زي رملة البحر، بصي بقى قطعة واحدة ازاي. وهبتدي طبعا الحروف عندي طبعا مش مظبوطة، هبل ايدي كده بطبق جنبي فيه شوية مية، وهبل ايدي كده في المية وابتدي ان انا اساوي الحروف. انا مش ببطط وما عجنتش بايدي وما استخدمتش ايدي خالص، الحكاية كلها ان انا ببل ايدي بالمية وبسويها علشان عايزاها الوش بتاعها كده يبقى ناعم ومفيش حاجة طالعة من الأحرف بتاعتها. بس الصينية احنا قلنا مقاسها 28، مش فاكرة قلت ولا لأ، الصينية مقاسها 28. أنا ما بططتش ولا حاجة، هي إيدي بالمية وبمسح الوش عشان يبقى ناعم، وهبتدي إن أنا أديها هبدتين كده على الصينية على الرخامة، خلاص. شيلي كده الصينية اهبديها كده مرتين كده، اخبطيها مرتين كده على على الرخامة وبس خلاص. معايا بقى كده السكينة وابتدي ان انا اقطعها علشان خاطر لما تطلع يعني تبقى سهلة عليا في التقطيع. معايا الفرن مشغلاه على درجة حرارة 180 ومسخناه، يعني هو دلوقتي سخن، خلاص. هدخلها على الرف اللي في النص وهسيبها لحد ما تستوى، ملهاش وقت معين، على حسب درجة حرارة الفرن عندك. اول ما يعني انت مش هتحطيها وتسيبيها وتروحي تمشي، لا، البسبوسة يعني الكيكة ليها ميعاد، خلاص ممكن تروحي وترجعي تاني. البسبوسة لا، انت واقفة جنبها، اول ما الحروف كده تلون معاكي هتبتدي ان انت تشغلي الشواية وانت برضو واقفة جنبها. البسبوسة من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في الفرن، وما ينفعش تسيبيها وتروحي تعملي حاجة تانية، تقفي كده جنبها. اول ما الحروف تلون معاكي اللون البامبي الحلو ده، اعرفي هو ده نفس لون القاع بتاعها، هتروحي مشغلة الشواية. انا عندي هنا بندق حطيته، عندك بندق حطيه، عندك سوداني ما عندكيش مفيش اي مشكلة، مش هتقول لأ يعني. خلاص أنا عملت صينية البسبوسة عشان كام بندقية دول، كانوا عندي كده فقلت أعمل بيهم صينية بسبوسة. طلعت معايا اللون الجميل ده، طبعا الكاميرا ظلماها جدا، اللون بتاعها وردي وجميل قوي قوي. أول ما اللون ما يعجبك طفي وطلعيها على طول. طيب أول ما دخلتها الفرن أنا واقفة بس بعمل حاجة تانية، بعمل إيه؟ بعمل الشربات، عيني عليها في الفرن وبعمل الشربات. الشربات إيه؟ معايا كوبايتين من المية عليهم كوباية من السكر، خلاص، كوبايتين مية حلوين كده ومعاهم كوباية من السكر، الكوباية اللي انا شغالة بيها اللي هي الكوباية المعيارية. ما عندكيش الكوباية دي مع انها مريحاني كتير يعني، ما عندكيش الكوباية دي خلاص، اي كوباية اللي انت هتشتغلي بيها هو اللي هتشتغلي بيه على طول، هي الكوباية. كوبايتين من المية كوباية من السكر، بدوبهم كويس قوي قوي كده على البارد، وبعد كده برفعها على النار. اول ما بتاخد غلوة
بحط نقطتين من عصير الليمون واستنى 10 دقايق بالظبط، وهي بتغلي كده 10 دقايق، واروح مطفية النار. لو تلاحظوا ان الشربات لسه بيطلع دخان، الشربات دافي، يعني يا دوبك اقدر المس الحلة، يعني هي سخنة مطلعاها سخنة والشربات دافي وناجحة جدا. إيه اللي يعرفني ان هي ناجحة؟ بصوا لو تلاحظوا اول ما بنزل الشربات بتشربه في ساعتها، تعرفي كده ان البسبوسة معاكي ناجحة، ان هي شربت الشربات على طول. اول ما بتنزلي كده حبة شربات تشربهم على طول. لو انتوا ما بتحبوش الحاجة محلية قوي ما تنزليش الشربات كله، ممكن تحطي نصه والباقي بتحطيه كده في طبق، على اساس اللي عايز يحط في القطعة بتاعته براحتكم على حسب ما انتوا عايزين. بغطيها 5 دقايق بس، تغطيها كده 5 دقايق بس، وبعد كده تروحي معرياها وتسيبيها، واول ما بتبرد بتقطعيها، وبألف هنا وشفا. بصي طرية جدا، يا ريت تجربوها، وبألف هنا وشفا على اللي يجربها. كل سنة وانتم طيبين، واللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.